يقول السائل: هل الدعاء بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الأربعاء هل الدعاء في هذا الوقت من الأسبوع مستجاب؟ جاء في المسند من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح 3 يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، يعني الظهر والعصر. فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات. ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح 3 يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له في يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. قال شيخ الإسلام: وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى، وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر. ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه تحرى الدعاء في المكان، بل تحرى في الزمان. جابر يتحرى في الزمان بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الأربعاء. وفيه الحديث الذي ذكر في مسند أحمد والأدب المفرد للإمام البخاري. وذكر القرطبي هذا الوقت من أوقات الإجابة. قال رحمه الله: وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، وذلك كالسحر ووقت الفطر وما بين الأذان والإقامة وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض وعند نزول المطر والصف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثار. على كل حال المسألة التي معنا من هذه الأوقات، ولكن يبقى النظر في الحديث الذي رواه أحمد، ومع ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد فأقل أحواله الحسن ولا إشكال في ثبوته، لكن يبقى النظر في الإجابة في يوم الأربعاء. هل الإجابة لأنها في هذا الوقت أو لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا 3 فلما كملت 3 أجيب؟ من يرى أنه يستحب الدعاء في هذا الوقت قال نظر إلى صورة الواقعة، الصورة التي وقع فيها هذا الدعاء والإجابة، أنه ما أجيب يوم الاثنين ولا الثلاثاء وأجيب الأربعاء واكتفى بهذا. ولكن من يقول أنه لا يستحب الدعاء أو تخصيص هذا الوقت للدعاء قال إنه مجرد اتفاق، دعا 3 فأجيب في 3 وكان وقت 3 في هذا الوقت، وليس الوقت مقصودا لذاته، لكن فعل الصحابي جابر بن عبد الله وقصده هذا الوقت بعينه بين الصلاتين الظهر والعصر من يوم الأربعاء، وأنه لم ينزل به أمر مهم إلا توخى تلك الساعة فيعرف الإجابة. الصحابي رضي الله عنه مع ما جاء في المسألة من هذا الحديث الذي أقل أحواله الحسن، يستروح بعض أهل العلم إلى قصد
الدعاء في هذا الوقت، ومن قصده لا شيء فيه إن شاء الله تعالى مع هذا كله. لكن يبقى أن تحري المكان وهو مسجد الفتح لم يقل به أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم، والله أعلم.